السلام عليكم. دايما في القناطر ولا الجبات تاع الصيف. اليوم حبيت نشارك معاكم هذا الموتيف اللي يعني ساهل ورايحين تكملوا الروبه تاعكم في يومها. هذا الموتيف اللي بزاف شباب. شوفوا انا اليوم درتو على هذا الروبه، الكول تاعها جاي في الكاريفي. شوفوا كيفاش خرجت معايا وقولوا لي اسكو يعني الالوان اللي خيرت الابيض والقرونه هذا جاوا على القماش ولا كان من الاحسن اني نديرها باللون الاسود والابيض. خلوا لي هذا الشيء في التعاليق. ما رايحاش نطول عليكم ورايحين نبداو هذا الموتيف. كما شفتوني انا درته في الرقبه، شوفوا في الكاريفي. نتوما قادرين انكم ديروها في الرقبه كذلك المربعه ولا في الرقبه اللي تكون دائريه ولا في الفي، لكم الاختيار. ما رايحاش نطول عليكم ورايحين نبداو في الفيديو مباشره. نبداو في الخدمه. اول شيء رايحه نوريكم ابره الكروشي. انا موالفه نخدم بالرقم 12 و 13، ولكن الان كي عاودت شريت واحد اخرين. شوفوا يعني دوكا ولاو يحطوا فقط الارقام. شوفوا هذه هي الرقم 14، تقدروا تقولوا عليها هي رقم 13، وهذه شوفوا رقم 17. بصح يعني انا كانت عندي وحده بالرقم 12، يعني تقدروا تقولوا هي نفسها. لذلك انتم كي تجوا تشروا خيروا الابره، من بعد جيبوا شويه خيط معاكم وجربوا وشوفوا اللي تساعدكم في الخدمه هكذا. وبالنسبه للخيط رايحه ندير الحرير هذا اعلى فنين كما راكم تشوفوا. انا هاد القندوره ثاني خيرت ندير هاد النوعيه تاع العقاش. شوفوا نتيا قادره تستخدمي اي نوعيه حبيتي، قادره تستخدمي فقط هاد الدائري يعني. وشوفوا انا القندوره تاعي، شوفوا القماش تاعي كيفاش داير. انا خيرت اني نستخدم عليه الكروشي في اللون الابيض والعقاش في اللون هذا القرانه. نتوما قولوا لي اسكو يعني نجحت في اختيار اللون ولا لا، وقولوا لي يعني لو كان البديل اللي رايحه نستخدمه لو كان ما استخدمش اللون الابيض والعقاش الكغونه. اذا هنايا رايحين نبداو. للامانه انا كملت كامل هذه الرقبه. شوفوا كملتها الدور الاول تاعها كملته كامل. انا في بالي بديت نصور معاكم حتى وين كملتو، لذلك من بعد حليت الخدمه. لذلك كي تشوفوا هذا الثقوب ما تقولوليش علاش تقبتيه من قبل ولا لا ما تقبتوش من قبل، ولكن كملتو كامل حتى وين لحقت لهنايا. جيت نشوف الفيديو لقيتو ما كاش البدايه تاعو، لذلك حليته حتى لهنا باش نبدا معاكم هنايا. اذا اول شيء هنايا واش نسحقوا كما قلت لكم الخيط تاعكم يكون اعلى اثنين، الحرير اعلى اثنين. نديروا عقده البدايه فوق الكروشي بهذه الطريقه هكذا. من بعد الكروشي هكذا، من بعد نسحب الخيط منا من الوراء، نسحبه هكذا وندير عليه منزلقه ولا غرزه حشو كما حبيتوا. ندير عليه غرزه منزلقه هكذا. بعدها نرتفع بسلسله واحده هكذا، نخرج ابره الكروشي منا ونجيب حبه العقاش تاعي ولا العقيقه هكذا، ندخلها هكذا ونجي لهنا. شوفوا ندخل بعدها الخيط في ابره الكروشي ونسحب هكذا. بعدها نلف الخيط على الكروشي مره واحده باش نعقد على العقيقه تاعي ونثبتها، نخرجها منا هكذا. بعدها نلف الخيط على الكروشي مره واحده ونجي لهنا نقيس ونشوف الفراغ اللي يوالمني. يعني شوفوا نكسل هاد الحبه تاع العقاش، نكسلها هكذا ونشوف ابيبري وين رايحه يجيني. شوفوا مثلا هايلك منا لمنا، شفتوا يعني حاولوا انكم المسافات كامل يجوا سوا سوا، بحيث انه كي ندير الان هنا راح ندير عمود بلفه واحده، نخرج من غرزتين، نزيد نلف الخيط على الكروشي مره واحده ونخرج من غرزتين، بحيث حاولوا دائما كيفاش تجي المسافه بين هنا وهنا تجي نفسها. شوفوا وكذلك لازم المسافه تكون هنايا، يعني العقاشه تلقى المكان تاعها سوا سوا، يعني ما تتكمش معانا. يعني لو كان ما نعطولهاش الحق تاعها هنا القماش راح يتكمش معاكم بهذه الطريقه. بعدها اذا بعد ما درت عمود بلفه واحده، الان راح ارتفع بسلسله فيها 3 عيون، 1 2 3. نلف الخيط على الكروشي مره واحده وندخل هنا في هذا الفراغ اللي درته هذا، ورايحه ندير 9 أعمدة بلفة واحدة، باعتبار 3 سلاسل اللي ارتفعت بهم هو العمود العاشر. هاليك عفوا هو العمود الأول. إذا هاليك هنا العمود الثاني باعتبار 3 سلاسل اللي ارتفعت بهم هو العمود الأول، 2
3 4 10. لاحظوا عمرته مليح باش يخرج لي الشباب. من بعد شوفوا رايحه كذلك رايحه نشوف المقدار كي نكسلو هكذا ولا كي نقعدوا على القماش يظهر لي وين رايحه ندخل هنا هكذا. نسحب الخيط بهذا الشكل وندير غرزة حشو بهذه الطريقة بهذا الشكل. بعدها نخرج إبرة الكروشيه منها ونجيب حبة من العقاش وندخلها في إبرة الكروشيه. بعدها نعاود ندخل إبرة الكروشيه في الخيط بهذا الشكل. نسحب الخيط باش ندخله في العقاشة هنايا. بعدها نلف الخيط على العقاشة مرة واحدة ونسحب باش نعقد على هذه الحبة تاع العقاش ولا الكريستال بهذه الطريقة. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة وندخل هنا في القماش نشوف المسافة اللي توالم هذه الحبة تاع العقاش وندخل هنا بهذا الشكل. نسحب الخيط من الأسفل بهذه الطريقة. بعدها ندير عمود بلفة واحدة، نخرج من غرزتين، نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونخرج من غرزتين أخريتين بهذا الشكل. بعدها ارتفع بالسلسلة بثلاث سلاسل 1 2 3. نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة وندخل هنا وندير 10 أعمدة بلفة واحدة باعتبار 3 سلاسل اللي ارتفعت بهم هو العمود الأول. 1 2 3. شوفوا الآن كي درت 10 منها 10 أعمدة بلفة واحدة. شوفوا هنايا باش نجي نغلق في هذا الطرف، شوفوا نجي مباشرة لهنا لهذه موجودة هنايا. ندخل إبرة الكروشيه هكذا نسحب وندير منزلقة بهذا الشكل. بعدها ندير سلسلة بهذه الطريقة. راني غلقت كامل على الكول تاعي. هنايا باش نديرو الدور الثاني قادرين انكم تقصوا الخيط فقط منا ويعني تخدموا فقط هذا الدور على الرقبه تاعكم. شوفوا كيفاش يجي يعني ما شاء الله. قادرين انكم يعني تكتفيوا فقط بهذا الدور. لاحظوا معايا هنايا بعد ما غلقت هنا قادرين انكم تقصوا الخيط وتبداو تخدموا منه. وإلا تحبوا ديروا كيما درت انا ما حبيتش نقص الخيط، يعني فضلت اني نرتفع بسلسله فيها بثلاث سلاسل ولا 4 سلاسل. من بعد نجو لهنا بين العمودين الاولين موجودين هنا بيناتهم ندخل. لاحظوا ندخل في وسطهم، نسحب الخيط بهذه الطريقه وندير غرزه حشو هكذا. بعدها نخرج ابره الكروشيه من الخيط ونجيب حبة من الكريستال بهذا الشكل ندخلها في إبرة الكروشيه. من بعد نعاود ندخل في الخيط هكذا بهذه الطريقة. نخرج هذا الخيط من حبة الكريستال نخرجها هكذا. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة وباش نثبت هذه الحبة تاع العقاش هكذا نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونخرج بهذه الطريقة. تاع الحبه تاع الكريستال ولا العقاشه تاعي نلف الخيط على الكروشيه مره واحده. وشوفوا وين رايحه نجي لهنا. شفتوا هذه الحبه تاع الكريستال او العقاشه هذه نجي لهنا. شوفوا نجي لهنا ندخل ابره الكروشيه ونسحب الخيط بهذا الشكل وندير عمود بلفه واحده بهذه الطريقه. بعدها ارتفع بالسلسله فيها 3 عيون 1 2 و3. شوفوا بهذا الشكل. بعدها رايحه ندير الاعمده تاعي رايحه نديرهم هنا. نلف الخيط على الكروشيه مره واحده وندخل هنا في هذا الفارغ اللي درته هنايا ونبدا نخدم 10 اعمده بلفه واحده باعتبار ال3 سلاسل الاولى هي العمود الاول. هنا كما راكم تشوفوا هنايا عقدت الخيط كمل لي الخيط لذلك عقدت عليه هنايا. شوفوا اذا هنا 4 5. اذا هنا بعد ما درت 10 اعمده بلفه واحده هنايا شوفوا رايحه نجي لهنا لهاد المربعات رايحه نغلق في بين العمودين يعني في السلسله رقم 2. شوفوا في العمود الثاني هنا هاوليك 3 سلاسل بعدها العمود الاول رايحه نغلق هنا نسحب وندير غرزه حشو بهذه الطريقه. لاحظوا بهذا الشكل. بعدها نخرج ابره الكروشيه منها
ونجيب حبة من الكريستال اللي هي هذه ندخلها هنا. بعدها ندخل إبرة الكروشيه في الخيط ونسحب. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونعقد على حبة الكريستال بهذا الشكل. لاحظوا بهذه الطريقة. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونجي لهنا. شوفوا هذه حبة الكريستال أو العقاشة، نجي لهنا ندخل الكروشيه وندير عمود بلفة واحدة، نخرج من غرزتين. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونخرج من غرزتين أخريتين بهذا الشكل. بعدها أرتفع بسلسلة فيها 3 سلاسل هايليك. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة وندخل في هذا الفراغ اللي درتو. شوف ندخل هنا في هذا الفراغ وندير 10 أعمدة بلفة واحدة باعتبار 3 سلاسل اللي خدمتهم هي العمود الأول. 2 3 4 10 أعمدة بلفة واحدة. رايحة نجي لهنا نفس الشيء، رايحة نجي لهنا وبين العمودين تما هنا ليك 3 سلاسل اللي ارتفعت بهم وهنا عمود الأول. رايحة ندخل بيناتهم. لاحظوا رايحة ندخل بيناتهم في الوسط ونسحب الخيط هكذا. يكون عندي غرزتين فوق إبرة الكروشيه، نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونخرج فيهم في زوج بهذا الشكل. بعدها نسحب هكذا إبرة الكروشيه نخرجها ونجيب حبة الكريستال ولا العقيق ولا العقاشة هايليك ندخلها في إبرة الكروشيه. بعدها نعاود ندخل في هذا الخيط لاحظوا ونسحب بهذا الشكل. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونسحب هكذا باش نعقد على هذه الحبة تاع الكريستال اللي راكم تشوفوا فيها هنا. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة ونجي لهنا. شوفوا هنا لهاد الحبة تاع العقاش نجي لهنا لاحظتوا هنا وندخل وندير عمود بلفة واحدة. نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة نخرج من غرزتين، بعدها من غرزتين أخريتين رايحة يصبح عندي هذا الفراغ اللي راكم تشوفوا فيه هنا. هذا الفراغ رايحة نخدم عليه 10 أعمدة. هذا الفراغ رايحة نخدم عليه 10 أعمدة بلفة واحدة، بحيث أول شيء رايحة أرتفع بسلسلة فيها 3 عيون 1 2 3. نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة وندخل هنا ونبدأ نخدم 10 أعمدة بلفة واحدة باعتبار 3 سلاسل اللي ارتفعت بهم كعمود أول. يعني عمل سهل جدا والنتيجة تاعو شوفوا شحال شابة. ونفس الشيء بعد ما درت 10 أعمدة بلفة واحدة هنايا رايحة نجول لهنا لهادو رايحة ندخل بين العمودين الأوليين، رايحة ندخل بيناتهم وندير غرزة حشو هنا. ندير غرزة حشو بعدها نخرج منها باش ندخل حبة من العقيق. يعني رايحة نواصل بنفس الطريقة نخرجها من ديك الموديل تاعي بعد ما كملته او ليك حطيته لكم فوق المانكان باش تشوفوا كيفاش خرج. يعني هو خفيف ظريف ورايحين يعني تكملوه في نهارو. قادرين انكم هذا الموتيف تكملوه على لي مونش كما قادرين تحطوه فقط على هذه الرقبه. بالنسبه لهذه الرقبه هذه راهي في الكاري في لاحظوا يعني جاب بزاف الشباب. في الاخير ما علي الا ان اترككم في رعايه الله وحفظه. سلام.